محمود حميدة من الفنانين اللي قدموا أدوار متنوعة في الدراما والسينما وكمان المسرح، بس كل فترة كده بيطلع بحاجة بتقلب الدنيا على السوشيال ميديا، زي مثلا لما قال عن ظهوره في البرنامج إنه بياخد فلوس عشان هو متعلمش ببلاش. الأهم بقى في إنه عنده سبب لكل موقف من المواقف اللي بيقلب بيها الدنيا. فيا ترى إيه سبب إنه كان بيبص قوي كده للفنانة إلهام صفي الدين؟ ويا ترى ايه علاقة الموضوع ده بإلهام شاهين؟ وليه قالت إلهام شاهين على إلهام صفي الدين إنها مجنونة زيها لما ظهرت مع محمود حميدة؟ هحكي لكم الحكاية من طقطق لسلام عليكم. بين كل فترة والتانية بيطلع الفنان محمود حميدة بعملة تخليها يقلب السوشيال ميديا كلها، فمرة يطلع بتصريحات تخلي الدنيا تقوم ما تقعدش بخصوص موضوع ظهوره في البرامج بفلوس. فلما المذيعة سألته عن إنه بياخد فلوس من البرامج اللي بيظهر فيها، قال لها بكل صراحة إنه متعلمش وأبوه صرف عليه وعلى تعليمه عشان يطلع مع الناس ومن غير فلوس. ساعتها الدنيا اتقلبت، وفي ناس كمان قالت إنه إزاي بياخد فلوس وهو نجم كبير قوي كده، وناس تانية قالت إنه عنده حق إنه ياخد فلوس عشان ده الطبيعي. المهم بقى إنه من كام شهر كده كان حاضر في مؤتمر وكان مدعو عليه أكتر من فنان. الفنانة كمان إلهام صفي الدين بنت أخت الفنانة إلهام شاهين كانت قاعدة جنبه. الغريب بقى إن محمود حميدة وإلهام بتتكلم فضل باصص لها بصة غريبة جدا، والناس كلها استغربت من موقفه ده وسألوا هي عملت إيه أو قالت إيه عشان يبص لها البصة الغريبة دي. فضل الموضوع يروح ويجي لحد ما ظهر السر من اللي حصل في المؤتمر، وكمان سر البصة دي وكمان اللي وراها. عشان كده قلبت الدنيا لما نزلت من كام يوم. السر بقى كان في ان إلهام صفي الدين فكرت محمود حميدة بالمشاهد اللي جمعته مع خالتها إلهام شاهين، وقد ايه انها واثقة في نفسها. ومش بس كده، دي كمان بتقدر تتقمص الشخصية باحترافية عالية، زي مثلا دورها في مسلسل إمبراطورية ميم مع الفنان خالد النبوي ونجله نور النبوي، وكمان مجموعة من كبار الفنانين. كمان عشان هي حلقت شعر راسها كله وتقمصت الدور بحرفية عالية، وإنها بتقدر توصل للرسالة للكبير والصغير في كل مكان زي إلهام شاهين بالظبط. الفكرة بقى إن إلهام شاهين أصلا بعد ما اتفرجت على مسلسل إمبراطورية ميم وشافت كمان دور بنت أختها إلهام في المسلسل، فقالت بقى إنها مجنونة زي خالتها بالظبط وواثقة في نفسها ومحدش بيقدر يقف قدامها. عشان كده هي هتقدر توصل لنجاح كبير. ومش بس كده، دي كمان بتفكرها بمشاهد مثلتها وتقمصت فيها الشخصية قدام كبار الفنانين. فيا ترى بقى انتم شايفين ان محمود حميدة عادي التصرف ده منه، ولا هو فعلا بيحب